معدل الحرق بتاعك. معدل الحرق بتاعك ده خدعة كبيرة، ناس كتير قوي بترمي عليها لما بيحب يخسسك وما بيعرفش. معدل الحرق بتاعك حاجة طبيعية جدا وحاجة مش متغيرة زي ما انت فاهم لما بتكبر في السن. في دراسات كتيرة اتعملت، واخرها دراسة عملها عالم اسمه هيرمان بونزر. هسيب لكم اللينك بتاعها في الكومنتس تحت. الدراسة دي قالت ان الانسان بيتقسم معدلات الحرق بتاعه لاربع مراحل. المرحلة الأولانية من صفر لسنة، دي مرحلة الميلاد. المرحلة التانية من سنة ل20. المرحلة الثالثة من 20 ل60، ودي أكتر مرحلة الناس بتعيش فيها. والمرحلة الأخيرة ما بعد ال60. معنى كده إن معدل حرق البني آدم من سن 20 سنة ل60 سنة ما بيتغيرش حتى في حالة الحمل بالنسبة للسيدات. فمعنى كده إن أنت ما ترميش على إن معدل الحرق بتاعك قل عشان أنت كبرت. اللي بيتحكم في الموضوع ده هو الدايت بتاعك وأكلك وتمارينك وحركتك، هي اللي بتحدد إن أنت بتخس أو بتزيد في الوزن.